السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة واي حد هيعرف يعمله. اول حاجة هنبدأ بالمقادير والمكونات بتاعتنا. هتجيبي اي صينية عندك، تنفع تيفال تنفع ألمونيا اي حاجة. هتحطي فيها كوبايتين من المية. المقدار اللي احنا هنعمله النهاردة هنعمل فيه نص كيلو دقيق، فلو انت عايزة تجربي وتعملي ربع كيلو دقيق بس، كل حاجة هنحطها خليها نصها. حطينا كوبايتين مية على النار، هنحط عليهم ربع كوباية زيت، وياريت تنقي نوع زيت يكون كويس عشان ريحة البلح الشام بتاعنا تكون حلوة. فكده حطينا كوبايتين مية، وبنفس الكوباية اللي عيرنا بيها المية هناخد ربع كوباية زيت وهننزل بيهم على المية وهنولع عليهم النار. وبعد كده هنحط 4 معالق كبار من السكر العادي، 4 معالق كبار من السكر. وهسيب كل الحاجات دي على النار لحد لما تغلي والسكر يدوب والميه تغلي كويس جدا. بعد ما الميه غليت كده بالزيت والسكر داب زي ما انتم شايفين، عندي نص كيلو دقيق كنت نخلاه، هنزل بيه على الميه. وفي الوقت دوت هبدأ ان انا اقلب كل حاجة مع بعضها علشان خاطر الدقيق بيشرب المية بسرعة، فحاول ان انت تكوني الى حد ما سريعة في المرحلة دي. هتقلبي كده اهو زي ما انتوا شايفين، هتقلبي كل الخليط ببعضه لغاية لما المية كلها ما تبقاش موجودة قدامك كل دقيق يشربها. هنا كنت قلبتها كويس لغاية لما الدقيق شرب كل المية وما بقاش فيه لون الدقيق الابيض دوت. سبتها على الرخامة هنا لحد لما تبرد. وبعد كده هجيب، لو البيض كبير هجيب 4 بيضات، لو البيض وسط هجيب 5 بيضات. هحط عليهم 2 باكو من الفانيليا واقلبهم كويس. وبعد كده هنزل بيهم شوية شوية على العجينة بتاعتنا. خلي العجينة لما تبرد عشان انا عايزاكي تعمليها بايديكي. يعني هي كده كانت عندي بردت خالص، فانا ما هي طبعا نشفت شوية لما بردت، فانا هعملها اديها عجنة كده بايديا. وبعد كده هنزل بالبيض شوية بشوية عليها. ما تنزليش بكل كمية البيض مرة واحدة، لازم حبة حبة، وكل مرة تعجنيها لحد ما كمية البيض اللي انتي حطيتيها كلها تختفي. وبعد كده تنزلي بالكمية التانية. لو انتي حاطة 5 بيضات نزلي البيض على 5 مراحل، لو حاطة 4 نزليه على 4 مراحل، يعني زي بالظبط ما نكون بنحط بيضة بيضة. وكل مرة تعجنيه لحد لما البيض اللي قدامك يختفي. كده حطينا مرة، حطينا التانية، وهنعجنها برضو لغاية لما البيض يختفي ويندمج مع العجينة. دي تالت مرة وبرضو هعجنها. وبعد كده هحط رابع مرة وهي اخر مرة، لان انا كان عندي البيض كبير وحاطة 4. وزي ما قلتلك لو انت البيض اللي عندك صغير او وسط حطي 5 بيضات على النص كيلو. هتفضلي تعجني فيها، هتاخد منك حوالي 5 دقايق عجن. هتبصي تلاقيها كلها لمت وهتسيب من ايديكي اهي. عجينة بتبقى الى حد ما ملزقة بس بتسيب من ايدك. بصوا العجينة لينة وطرية وما شاء الله عليها. بعد كده هتجيبي القمع بتاع الحلواني او الكيس بتاع الحلواني اي حاجة، بس تدهنيها من جوه بزيت. نقطة زيت تحطيها على القمع كده من جوه، وبالفرشة توزعيه. ليه؟ علشان خاطر العجينة لما تحطيها جوه القمع تتزحلق وما تبقاش ماسكة فيه قوي وتتعب ايديكي. كده حاجة بسيطة جدا، ما تكتريش من الزيت، هو بس يا دوبك احنا عايزينه عشان خاطر يخلي العجينة يعني تنزل بسرعة من الكيس.
كده. وبعد كده هحط البلبله بتاعت بلح الشام، في اصغر من دي وفي اكبر من دي، في مقاسات، هما 3 مقاسات عند الراجل. انا جبت المقاس الوسط، انت عايزه تجيبي الكبيره براحتك، عايزه تجيبي الاصغر من كده براحتك، بس دي بتبقى معقوله وشكل البلحايه بيبقى حلو. هنا بقى زيت ما كنتش لسه ولعت النار عليه، بايد هنزل العجينه وبالايد التانية بالمقص، وحاولي ان انت تخلي المقص تدخلي فيه زيت كده، تروحي قصه بالمقص زي ما انا بعمل كده بالظبط، ايد فيها القمع وايد فيها المقص كده. بعد كده شفتوا انا سايبه فراغات بين كل واحده وواحده، ما مليتش الطاسه على اخرها، عشان بعد لما بيستوي بيبدا ان هو ينفش شويه، فانا مش عايزاه يبقى مزنوق في قلب الطاسه، انا عايزاه ياخد راحته عشان يتحمر كله زي بعضه، يعني كل الاتجاهات تبقى لون واحد، ما يبقاش ناحيه فاتحه وناحيه غامقه، ما يبقاش ملزق في بعضه وناحيه ما يوصلهاش الزيت. يعني حاولي تسيبيه ايه يعني مسافه شويه شويه صغيرين بين كل واحده وواحده. بعد كده هولع النار عليه، ومش لازم تعلي النار قوي علشان خاطر ما يتحمرش من بره ويبقى ني من جوه، يعني النار تبقى وسط، هيستوي معاكي كويس، هيديكي لون حلو وهيبقى كله لون بعضه، وكمان هيستوي من جوه وهيبقى مقرمش كده من بره. الصراحه كده هيبقى حلو جدا. اما جيت اعمل المره اللي بعديها استنيت لما الزيت برد خالص وعملت نفس الطريقه اللي انا عملتها. وفي حاجه تانية، الشربات بتاع بلح الشام زي شربات الكنافه، يعني تقيل زي العسل النحل. وبعدين تسيبي كل ما تعملي دور تفضلي سايباه في الشربات شويه، عشان عايزه كل بلحايه تشرب كويس جدا من الشربات، وكمان تقلبيه زي ما انا بقلبه كده، يعني كل ثانيه كده تروحي مقلباه من اللي فوق تحت واللي تحت فوق، عشان تتاكدي ان كل واحده من البلح شربت كويس من الشربات. بصوا بقى انا هوريكم واحده، بصوا من جوه اللون حلو جدا، والبلحه شاربه جوه وبره من الشربات، والنتيجه بتاعتها كانت هايله. ان شاء الله تعملوها بنفس الطريقه وتعجبكم، كانت حلوه جدا يا جماعه، يا ريت تجربوا الطريقه بنفس الطريقه اللي انا عاملاها. وبألف هنا وشفا للي يعملها، ومع ألف سلامة، وقابلكم في فيديو جديد، ويا ريت اللي مشتركش عندي يشترك، ويا ريت تعملوا لي لايك، ومع ألف سلامة حبايبي.